بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابتدأ المولى تبارك وتعالى الآية الكريمة بالجملة الإسمية فقال: إن الله وملائكته، ثم قال يصلون بصيغة المضارع، والجملة الإسمية تفيد الاستمرارية والديمومة، وصيغة المضارع تفيد التجدد، أي أنه سبحانه وتعالى والملائكة الكرام يصلون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبد إلى الأبد. ثم إن المولى تبارك وتعالى لم يقل يصلون عليك، ولم يقل يصلون على محمد، وفي ذلك إشعارا بما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامة والفخامة والشرف والقدر، حيث إنه سبحانه وتعالى لم يصفه صلى الله عليه وسلم بجانب الرسالة. لماذا؟ لأن جانب الرسالة متعلق بالخلق، لذا حولها لجانب النبوة، وذلك إشعارا باستحقاقه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المولى تبارك وتعالى قال يصلون على النبي بالألف واللام، أي أنه صلى الله عليه وسلم المعروف والحقيق بهذا الوصف. ثم يختتم المولى تبارك وتعالى بطلبه سبحانه وتعالى لجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي ذلك تحقيق للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من العالمين العلوي والأدنى، ليجتمع الثناء عليه صلى الله عليه وسلم من جميع العالمين.